السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي الافاضل، انا من فترة كنت عملت فيديو ونزلته. طبعا هجمت بضراوة من ناس كتير، ناس قريبين ليا وناس معرفهمش كده يعني. المهم، من منطلق ان في ناس خايفة عليا يعني ان تحصل حاجة، وانا مفيش اي حاجة حصلت والحمد لله، لان انا ما غلطتش ولا شتمت حد ولا قلت مشكله لحد ولا سببت اي مشكله لحد. بس انا لما اتكلمت على احوال البلد وعلى كلام سياده الرئيس لما كان بيقول بطلوا هري، وعلى الاحوال الاقتصاديه. انا دلوقتي يعني مفيش جديد حصل، كل اللي انا اتكلمت عليه بقى فيه منه اسوأ بسبب ما نعرفش. ناس تقول لك الاعلاف غليت، ناس تقول لك الدولار، احنا مش عارفين ايه السبب. اقسم لك بالله، اقسم لكم بالله، الناس ماشيه في الشارع بتكلم نفسها. دخل علينا شهر رمضان، الناس ماشيه بتكلم نفسها. لما كيلو الفراخ النهارده يوصل 90 جنيه، وكيلو الوراك يوصل 98 جنيه، 100 جنيه، الناس هتجيب منين؟ الناس دلوقتي بقت تجيب الروس والرجول. الأجنحة وصلت 70 جنيه، ماشي، تجيب الروس والرجول تاكلها او عشان تعمل عليها شوربه. ده حلال ولا حرام يا جماعه؟ يا جماعه، اتقوا ربنا، اتقوا ربنا في الشعب. الناس مش لاقيه تاكل، عاوزين حل سريع، حل سريع من اللي بيحصل ده. يعني كل واحد قاعد في برجه العالي مش حاسس بالناس اللي تحت، ماشي. يقول لك معارض اهل رمضان، فين الفلوس اللي هتجيب فيها من المعارض؟ فين الفلوس اللي هتروح تجيب منها من المعارض؟ فين؟ ماشي. الواحد كان في ناس كتيرة كانت بتجيب الازازة الزيت بازازتها اللي ملهاش تموين. دلوقتي تروح تجيب التموين 6 افراد 7 افراد، يقول لك خد 4 بس، خد 3 ازايز بس. طب ده كلام؟ ازاي؟ يقول لك البلد بتنهض. فين النهوض؟ فين البلد بتنهض؟ يا جماعة احنا مش عايزين نضحك على نفسنا، احنا مش عايزين نضحك على نفسنا. الكلام ده مفيش منه، مفيش حكاية اسمها حكاية نهوض. يا جماعة لازم نفوق. وفي اخت في الفيديو اللي فات كانت بتقول لي انت كل اللي يحصل له حاجة يقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. ما انا عايزانا نعمل ايه؟ يعني انت عايزانا نعمل ايه؟ عايزانا نطلع نحرق ونكسر ونعمل؟ طب ما هو ده بالطين علينا. احنا عاوزين حل، احنا عاوزين حل في الاسعار ديت. بيقول لك مراقبة الاسواق، مفيش حاجة اسمها مراقبة اسواق. محدش بيراقب، محدش بيعمل حاجة. واذا بيراقب بينزل بيقبض ويمشي، والله بيقبضوا ويمشوا. يا باشا مفيش حاجة اسمها مراقبة اسواق. انا عايز اعرف مين اللي ليه مصلحة في غلو الاسعار دي. يعني بيقول لك البلد كلها غالية. انا نزلت فيديو من كام يوم على امريكا، ماشي، ناس هاجمتني. الاسعار هناك في متناول الجميع. ناس هاجمتني قالت لي انت بتضر ببلدك. انا مش عارف. طب اعمل ايه؟ قولوا لي اعمل ايه؟ انا بضر ببلدي؟ لا طبعا، انا اكتر واحد بحب بلدي، ومش هنزايد على بعض. لكن اللي بيحصل ده حرام، اللي بيحصل حرام في الناس. الناس تعبت، الناس مش لاقيه. الناس دلوقتي بقت تستحل الحرام، الناس بتستحل الحاجه الوحشه. شوفوا الفيديوهات بتاعت الستات اللي بتنزل بتعري اجسامها عشان الدولارات. يا جماعه احنا داخلين على ايام سودة. يا ريت نفوق شويه، يا ريت نفوق. يا ريت كلامي يوصل لحضرتك يا سياده الريس. انا ما بغلطش في حضرتك، ما بشتمش، ما بقولش. حضرتك اللي قلت انتوا نور عينينا وانتوا تتقطع ايدينا قبل ما نلمسكم.
لكن احنا ولا شفنا نور عينيك والايدين. ها، كل اللي بيجي جنبك ولا بيتكلم كلمة بيتقبض عليه وبيترمي في السجون. طب فين بقى الديمقراطية وفين الحرية وفين العدل والمساواة؟ فين العيش والحرية وعدالة اجتماعية؟ مفيش عدالة اجتماعية. عدالة اجتماعية ايه؟ فين الحرية؟ ما كل اللي بيتكلم بيتقبض عليه يا باشا. كل اللي بيتكلم بيتقبض عليه. انا على نفسي عيالي خايفين عليا يتقبض عليا، قلت لهم احسن يتقبض عليا هاكل واشرب وانام ببلاش في السجن. هتضرب، هموت، هعمل ايه؟ عمري وانتهى. بس انا مش قادر اكتب اكتر من كده، مش قادر اسكت. زي ما كنا بنطلع ننتقد اللي قبله، بننتقده. احنا ما غلطناش ولا شتمنا فيه، احنا قلنا الكلام الصح، لكن ولا غلطنا ولا شتمنا ولا قلنا ادبنا. ارجوكم حد يشوف لنا حل. البلد داخله على ثورة جياع، قسما بالله العظيم انا اللي بتكلم صح. بدل الكيلو الفراخ ب90 هيبقى ب1000، لان احنا مش هنبقى لاقيين حاجه خالص. وعمالين يديله مسكنات. في شهر مش عارف ايه الفراخ هتبقى ب30، في شهر مش عارف ايه هتبقى الفراخ ب20. 20 و30 يا باشا. هو اللي بيطلع بينزل تاني. هو ارخص حاجه البني ادم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.